2012 انضميت للجيش السوري. ظليت تقريبا شي 4 سنوات. بعدها من الأسلوب المو كويس جيت على وحدات حماية الشعب. سمعت إنه الأخلاق اللي بيها حيل حلوة، فلسفة القائد حلوة. انضميت لوحدات حماية الشعب، شغلت شهرين. بعد الشهرين تعرفت على الرفاق وتعودت على الرفاق، وحتى ما عاد أقدر إنه أترك الرفاق. شاركت بالحملات، حملات منبج، أكلت طلقتين بيها، واحدة بالرأس وواحدة بالرجل. تصاوبت، رجعت جيت على قوات عامودة، انضميت من قوات قامشلي جيت على قوات عامودة، انضميت جيت على قوات عامودة، مشينا بحملة الرقة من قضب الفرات لهون، فتنا على المدينة. تصاوبت، أكلت شظيتين هنا. ابني هي ما أسمع بيه، والحمد لله رحت وتعالجت وتعافيت ورجعت. رحنا لقدام. أول ما فتنا على حملة الرقة، بي رفقات استشهدوا على إيدنا، ساعدناهم، نقلناهم المستشفى. تقدمنا قدام، قتلنا من مرتزقة داعش عدد كبير. سويت بالوردة عندنا السروكاتي، تعلمنا الأخلاق، الروح الهافالتية. أكثر شيء الروح الهافالتية، فلسفة السروك الروح الهافالتية، لأنه السروكاتي عبد الله وجلان يقول إذا صديقك قاعد لحاله لا تتركوه، شوفوا هيك متضايق لا تتركوه، روح واسيه. من هيك أنا رحت على الوردة تبيت سروك القائد. وحدات حماية الشعب عم يحاربوا وشان أهاليهم، يعني حتى أنا إنه عم قاتل وشان أهلي وشان العالم اللي مظلومة. وحدات حماية الشعب، مو شرط إنه الشعب الكردي أو العربي تدافع، هي لأين شعب مظلوم قدامها بدها تدافع عنه، بدها تحميه. أول إيه كانت قبل ما انضم للوحدات حماية الشعب كانت حياتي معكرة. هسه وقت انضميت على الحزب أحس كأنه هم كبير وراح. تغيرت حياتي زيادة، صارت أحسن من أول. نقول لكل العالم، عرب وأكراد، واللي بسوريا واللي برات سوريا، اللي بروج آبا، إنه أين واحد بيفكر شوي خلي يجي ينضم. ندافع عن أهلنا، ندافع عن هالناس الأبرياء اللي ظلموهم داعش أو أين قوة كانت. خلي يجوا ندافع عن هالناس. أهالي مدينة الرقة طالبوا خلي وحدات حماية الشعب يجوا، ورحنا ندافع عنهم. إنه أين واحد يفكر شوية لازم يجي وينضم لهالقوات، يدافع عن أهله، يدافع عن أمه، عن أخته، عن أخوه، عن أبوه، عن أين شخص كان. لازم يجوا كل الناس ويدافعوا وينضموا مشان ننتصر على هالعدو. احنا ان شاء الله بدنا نتقدم، ان شاء الله بدنا ننتصر على اي واحد يعادينا، لانه احنا اللي على حق.